هذيك ما تقولهاش انت هكاك. لنا الشرف اليوم أن تكون أول قافلة تضامنية مع أشقائنا في غزة من ولاية أم بواقي، الولاية المجاهدة التي طالما كانت رمزا للتضحية ورمزا للتعاون ورمزا لدعم الإنسانية. إذا اليوم القافلة الأولى مكونة من أكثر من 120 طن من المساعدات المختلفة، 6 شاحنات ذات مقطورة تم جمعها من طرف اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري لأم بواقي بالتنسيق مع السلطات الولائية، المجلس الشعبي الولائي وكل المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين في هذه الولاية. يعني هي مرحلة أولى. هذه أول قافلة تنطلق، أول ولاية تساهم معنا في الحملة التضامنية الخاصة بأشقائنا في غزة. شكرا. أولا نشكر السلطات المحلية، وأؤكد على شكر السلطات المحلية، السلطات الولائية، المجلس الشعبي الولائي، المنتخبين المحليين، المنتخبين في مجالس في الغرفتي البرلمان، كذلك اللجنة الأمنية، جميع المتعاملين الاقتصاديين. ربما هذه سيشرحها أكثر السيد الوالي بالنسبة لجميع من ساهموا في هذه القافلة الإنسانية الأولى. فخر لنا جميعا أن تكون هذه الولاية المجاهدة، الولاية المضيافة، ولاية الشهيد العربي بن مهيدي، هي أول ولاية تقدم اليد العون لأشقائنا في غزة. حجم المساعدات يفوق 120 طن، تقديريا يفوق 120 طن. 6 شاحنات ذات مقطورة انطلقت اليوم من أمام مقر الولاية إلى المخزن المركزي للهلال الأحمر الجزائري. على المستوى المركزي عندنا 350 طن من المساعدات المختلفة اللي راهي جاهزة كذلك للإيصال إلى هناك الكثير ممن ساهموا معنا من المتعاملين الاقتصاديين، لكن على نطاق الولايات هي الولاية الأولى مشكورة. بالنسبة لبرنامج الهلال الأحمر الجزائري، أكيد أن عندنا برنامج جد غني وجد مهم بالنسبة لشهر رمضان الكريم. بالنسبة لولاية أم بواقي عندهم على الأقل 16 مطعم سيتم افتتاحهم لعابري السبيل وكذلك لتقديم الوجبات للعائلات المعوزة. كاين برنامج كذلك بالنسبة للعائلات المحتاجة كنا اطلقناها على المستوى الوطني للتكفل بهم على العام، يعني يشمل جميع البلديات من 30 إلى 50 عائلة في كل بلدية اللي سخون انسكري سور اون بلاتفورم ناسيونال باللي كارت تاعهم يتكفل بهم الهلال الأحمر الجزائري، مع إعطاء الأولوية للأرامل ثم ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك عدد إضافي أكيد احنا رايحين نتكفلوا به على المستوى الوطني. هذا البرنامج تاعنا سنويا بعيدا عن شهر رمضان. شهر رمضان نهدف خلال هذه السنة للتكفل بأكثر من 150 ألف عائلة. يعني تقولوا نتكفلوا ب150 ألف عائلة، يعني بين المكاتب الولائية وبين المقر الوطني نتحدثوا على الطرود الغذائية، نتحدثوا كذلك على الختان، عمليات الختان بها بالتحاليل الطبية تاعها، بلا بريزون شارج، باللبسة تاع الختان. وفي العديد من الولايات نقوم كذلك بالحفلات الجماعية تاع الختان، ونحكي كذلك على كسوة العيد اللي راح نقدموا لهم قسائم شراء للعائلات المعوزة باش يتمكنوا انهم يروحوا هم يخيروا الملابس اللي حابينها لولادهم في عيد الفطر المبارك. اكيد ان ولاية ام بواقي ستستفيد كجميع ولايات الوطن من برنامج بالنسبة للتضامن الوطني. كاين حملة شتاء دافئ اللي انطلقت درناها عندها اقل من شهر، اعتقد انه لوين وزعنا الطرود الغذائية والافرشة والاغطية، وما زالت العمليات متواصلة.
Donc c'est bon pour les questions. La quantité globale qu'on compte acheminer à Gaza, on peut pas la prévoir. أنا نقول لكم بادي في البداية عندنا 350 طن اللي راهي واجدة، 120 طن اليوم رايحة تلحقنا المخزن. كاين شاحنات راهي انطلقت ربما تاع بعض المتعاملين الاقتصاديين اللي راهي لاحقة المخزن المركزي. أكيد أنه حيكون جسر جوي على المدى القصير والمتوسط الجزائر حترسل فيه أكيد تاع 10,000 متر مربع غير نعمروه. زيد لها 4 مخازن واحدة أخرى في ولاية تيبازا، مخزن في الجزائر العاصمة، في قلب الجزائر العاصمة مخلينه غير للعائلات المعوزة باش نمدوا لهم بطريقة سلسة التمة. وعندنا مخزن آخر استراتيجي فيه 4000 متر مربع راهو في طمن غاست. يعني ما عندنا حتى مشكل تاع مخازن ستوكاج، حنا ما عندنا حتى مشكل، عندنا مخازن يعني بزيادة. انتهت لا انتهت الإشكالية هذه صافي لونطون. العيادات المتنقلة عندنا 3 عيادات متنقل أي تخدم. عندنا تاع إليزي راهو يخدم، أضرار راهو يخدم ما يحبسش. وقع لنا مشكل في تاع طمن غاس دار حادث وهم باعتينه لنا باش نريباريو. دونك هذا يا با دو بروبليم. دونك 341 طن اللي تم إيصالها العام اللي فات لغزة. مي فو سافوار بلاهو سيتي اون اني بارتيكولير باسكو تغلق معبر رفح. حنا كنا قادرين نقدموا أكثر لكن للأسف الظروف ما سمحتناش أن نوصلوا المساعدات. كانت حمولتها تفوق 120 طن من مختلف المواد الغذائية وأيضا الألبسة. إذن هذا كان بفضل المتعاملين الاقتصاديين المشكورين على هذه المبادرة، وأيضا إخواننا الصيادلة هنا بولاية أم البواقي الذين شرفونا وكانوا دائما في الموعد ككل الشعب الجزائري المعروف بالمبادرات التي يستحسنها كل إخواننا في خارج الوطن وخاصة بغزة. إذن كل مواطني ولايتنا ولاية أم البواقي شاركوا في هذه القافلة، وهذا تعتبر أول قافلة انطلقت من هنا من ولايتنا المضيافة. إذن سوف تتوالى المبادرات بإذن الله، والشكر دائما موصول إلى كل الذين بادروا من سلطات محلية وأيضا منتخبين، كل المنتخبين، وأيضا اللجنة الأمنية التي أعطت دائما تعطي بصمتها في هذه المبادرات. إذن لكل واحد الشكر موصول له، وبإذن الله سوف نمشي في هذه المبادرات الخيرة. شكرا.